أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. بكلمات مؤثرة، أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تودعوا وأشرف زكي يكشف تفاصيل الجنازة. أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تودعوا حيث كشف الفنان أشرف زكي تفاصيل جنازة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدا أن مراسم التشييع ستقام ظهر اليوم مسجد الشرطة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل الذي ترك بصمة فنية كبيرة في تاريخ الدراما والسينما المصرية والعربية عبر سنوات طويلة من العطاء الفني. وأوضح أشرف زكي أن عزاء الفنان الراحل سيقام يوم الأربعاء المقبل داخل مسجد المشير طنطاوي، حيث من المتوقع حضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء وتوديع واحد من أبرز رموز الفن المصري الذي نجح خلال مشواره في تقديم أعمال خالدة ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم. ونعى أحمد أبو زهرة والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي، مؤكدا أن الفنان الراحل لم يكن مجرد أب بل كان المعلم والقدوة وصاحب المواقف الإنسانية النبيلة. وأضاف أن أتعلم منه معنى الصدق والأخلاق والدفاع عن الحق مهما كانت الظروف، مشيرا أن والده عاش متمسكا بالقيم والاحترام طوال حياته الفنية والشخصية. ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان زكي أن عبد الرحمن أبو زهرة يعد واحدا من أهم رموز الفن المصري والعربي بعدما قدم أعمالا خالدة في المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، ونجح في تكوين مكانة كبيرة لدى الجمهور على مدار أجيال متعاقبة بفضل موهبته الكبيرة وأدائه المميز الذي جعله من أبرز نجوم الفن العربي. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.